أبطال الصف الثالث الثانوي يونت 1. النهارده السيشن بتاعة الجرامر مع مستر عبد الرحمن. طول ما في كلمة مستمر لازم تلاقي حاجة من ريحة إن. هنا يت في نهاية الجملة الاستفهامية، لكن هنا أنا بقول لك I can't find my key. إن never دي في الزمن ده بتساوي كلمة not. عايز تحط يت لازم تحط نوت. طالما هنا في علامة استفهام، ايه اللي ممكن يجي في الاخر؟ يا اما يت يا اما already. كلمة haven't ever تساوي have never، لان have been اوقات بيجي بعديها noun. هنحل الاسئلة مع بعض وهنفخهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبطال الصف الثالث الثانوي يونت 1. النهاردة السيشن بتاعة الجرامر مع مستر عبد الرحمن. عايزك تكون مركز كده، وطبعا الشرح ده أنت مش بتسمعه لأول مرة، لأن النهاردة احنا بنتكلم عن present perfect tense، زمن المضارع التام. present perfect tense. أول بوينت لازم تكون عارفها ومركز فيها قوي 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 قوي، انك لما تيجي تقارن زمن المضارع التام ده باي زمن تاني من الازمنه، يا ريت ما يبقاش بتقارنه بزمن المضارع البسيط او المستمر. بالعكس، احنا دايما هنقارنه بالباست سمبل او زمن الماضي البسيط العادي خالص. اوكي، طيب ايه كمان؟ يلا بينا نشوف يعني ايه زمن البريزنت بيرفكت تنس. ايه يعني زمن البريزنت بيرفكت تنس؟ اول ما تيجي تتكلم على اي زمن من الازمنه لازم تكون عارف شكله، تكوينه، الجمله او العباره فيه بتكون عامله ازاي، شكلها عامل ازاي. وفي الحاله دي انا الاول عاوز اقول لك على حاجه. عاوز اقول لك ان طول ما انت شايف يا قلبي كلمه بيرفكت، طول ما انت شايف كلمه بيرفكت او الزمن ده زمن تام، لازم يكون في حاجه من ريحه الفعل في التصريف الثالث او الباست ايه او الباست بارتيسيبل. تمام كده؟ يعني طول ما انا يا مستر عبد الرحمن عندي كلمه بيرفكت او تام، لازم يكون في حاجه من ريحه التصريف الثالث. او لك ايوه لازم، زي ما قلنا قبل كده، طول ما انت شايف كلمه continuous او progressive اللي هو زمن مش عارف المضارع المستمر، الماضي المستمر، البلا بلا بلا المستمر، طول ما في كلمة مستمر لازم تلاقي حاجة من ريحة انجي. الاي ان جي لازم تكون موجودة بأي شكل من الأشكال. طب يا مستر لو جه زمن مش عارف ايه المستمر، هتلاقي الاثنين. هتلاقي في التكوين برضو حاجة من ريحة الاي ان جي وحاجة من ريحة الباست ايه، الباست بارتيسيبل او الفعل في التصريف الثالث. اوكي؟ طيب يلا بينا نبدأ على بركة الله. الزمن ده دايما، الزمن التام ده بيستخدم verb to have. بيستخدم verb ايه؟ verb to have، اللي هو عبارة عن has و have في المضارع وعن had في الماضي. يعني ايه؟ يعني لو انا عايز اقول زمن المضارع التام، هتلاقيني بستخدم الهاز والهاف والفعل في التصريف الثالث. طيب لو انا عاوز اقول زمن الماضي التام، هي هتلاقي نفسك بتجيب الماضي من هاز وهاف وتحط هاد. فزمن الماضي التام اللي احنا لسه ما خدناهوش ده، تمام، بيتكون من ايه؟ بيتكون من هاد والفعل في التصريف الايه، والفعل في التصريف الثالث. تمام كده؟ ركز بقى، ركز ركز ركز، وخلينا نبدأ دلوقتي الدنيا الرايقة بتاعتنا. شوف يا صديقي، التكوين في الجملة العادية بيتكون من have أو has والفعل في التصريف الثالث زي ما اتفقنا. طب ايه هي الحاجات اللي بتاخد have يا مستر عبد الرحمن؟ هقول لك يا كوتوموتو، زي زمان كده كنا بنقول I you we they. فاكر الجروب ده اللي احنا كنا بنقول عليه جروب الجمع ده، او البلورال جروب اهو، او الهي والشي والات، ودول طبعا بنقول عليهم الايه، السنجلر، صح ولا لا؟ يعني المجموعه الخاصه بالحاجات المفرده، هو او هي والحاجات بتاعت غير العاقل. فانا لو عايز اعمل جمله دلوقتي في الزمن ده، كل اللي انا بعمله اللي انا ببدأ هنا بالفاعل بتاعي، وحط 50,000 خط تحت كلمة الفاعل دي. حط 50,000 خط تحت كلمة الايه؟ تحت كلمة الفاعل. ليه بقى؟ عشان خاطر هيجي معانا كمان شوية جملة مش بتبدأ بفاعل، وهقول لك. بص يا سيدي، هقول مثلا هنا علي. ماله الواد علي يا مستر عبد الرحمن؟ بياخد هاز ولا هاف؟ ايوه المستر عبد الرحمن قال ان هو بياخد هاز، وبما ان هاز هنا موجوده
فانا اي فيرب هحطه في المربع ده المفروض ان هو يكون فيرب في التصريف الثالث. فهقول مثلا اللي هو مثلا eaten يعني اكل ايه؟ والله مثلا هقول ان هو اكل a sandwich. اوكي، ركز كده معايا، ركز. يبقى انا الطبيعي ان انا ببدا الجمله بفاعل. يعني ايه فاعل؟ يعني هو اللي اكل، صح ولا لا؟ مين اللي اكل الساندويتش؟ علي. فهقول علي has eaten a sandwich. قبل ما نكمل الليله الحلوه دي هقول لك تخيل بقى لو انا بتكلم عن الساندويتش نفسه. تخيل ايه؟ تخيل لو انا بتكلم عن الساندويتش نفسه. يعني انا دلوقتي عرفت ان في كلمه اسمها have او has eaten. دي معناها ايه يا مستر عبد الرحمن؟ كلمة have او has eaten معناها اكل، يعني في حد هو اللي اكل، في حد هنا هو اللي اكل، هو اللي قام بالفعل، صح كده؟ طب تعالى بقى اضرب لك مثال هنا غريب شوية. لو انا قلت لك a sandwich، ركز a sandwich اهو، ادي الساندويتش، وشفته بياخد has ولا have؟ لقيته بياخد has عادي خالص. وبعد ما شفته بياخد هاز ولا هاف قمت حاطط له كلمه ايتن. تعالى كده نترجم. ما هو انا لو قلت هاز وهاف ايتن هتلاقي ان معناها اكل زي ما مستر عبد الرحمن قال. طب انا هنا هقول السندوتش اكل، ايه ده؟ ايه الهبل ده؟ لا مش جايه خالص. انت عاوز تقول الساندوتش اتاكل. اتاكل دي يعني معناها ان الساندوتش ده مش فاعل، ده ايه؟ مفعول. ده ايه يا قلبي؟ ده مفعول. انا اكلت الساندوتش، انا هنا الفاعل لان انا اللي اكلت، صح ولا لا؟ لكن تعالى بقى بص هنا، بص هنا ساندوتش ده هو اللي اتاكل، يبقى ده اسمه مفعول، اللي هي القاعده بتاعت الباسف. دي حاجه هتبقى ثابته معانا في شرح كل الازمنه ان شاء الله عز وجل. ركز بقى في الحاله دي، بحط هنا كلمه بين. ايوه، بحط هنا كلمه ايه؟ كلمه بين. يعني ايه يا مستر عبد الرحمن؟ يعني لو قلت لك هاز ايتن يعني اكل، لكن لما اقول لك هاز بين ايتن يعني اتاكل. يا سلام يا سلام. يعني يا مستر لو انا قلت لك have punished يعني عاقب، يعني عاقب، اقول لك ده مستر عبد الرحمن القاسي قوي دوت عمل ايه؟ punished the student. احط قبليها has او have. مستر عبد الرحمن has punished محمد يعني عاقب محمد. لكن لو بدأت الجملة بمحمد هقول محمد عاقب مستر عبد الرحمن؟ ده انا كنت نفخته. لا، هقول لك اتعاقب، وقتها هقوم قايل has been punished يعني هو اللي اتعاقب. يبقى هنا الجملة في الزمن ده في العادي خالص كده بتتكون من هاز وهاف والفعل في التصريف الثالث. لكن لو هتبدأها بفاعل I you we they he she it، اعمل ايه وقتها؟ اسيبها زي ما هي. لكن لو هبدأها بقى بمفعول اعمل ايه وقتها؟ ما تنساش تضيف كلمة بين، ما تنساش تضيف كلمة ايه؟ بين للهاز والهاف والفعل في التصريف الثالث. ايوه هي دي، تمام كده؟ طيب، واحد بقى كبير وعاقل كده ولذيذ يقوم قايل لي يا مستر هو المفروض ان احنا نشرح قاعدة زي قاعدة النفي دي او نشرح قاعدة زي قاعدة السؤال دي واحنا كبار كده؟ اقول له لا، بس انا هعيدها لك تاني. بص يا سيدي، اي زمن من الازمنه بيستخدم helping verbs او فعل مساعد. اي زمن من الازمنه بين الفاعل والفعل الاساسي بياخد فعل مساعد في النص. الفعل المساعد ده هو اللي بننفي بيه او بنسال بيه. فلو بننفي بيه بنزود له كلمه not، بنزود له كلمه ايه؟ not. يعني كنت بقول I have gone to school، اقوم قايل ايه؟ I haven't gone to school. تمام؟ كنت بقول I have eaten a sandwich، اقول I haven't eaten a sandwich، وهكذا. ايه اللي زاد على الجمله؟ كلمة not. اللي زاد على الجملة كلمة ايه؟ كلمة not. طب في الزمن ده ينفع ننفي بطريقة تانية غير not؟ اقول لك شوف ممكن انا عندي كلمة not بتساوي كلمة never. بتساوي كلمة ايه يا حبيب قلبي؟ بتساوي كلمة never. يعني ممكن اقول I have not اللي هي haven't played، وممكن اقول I have not never. ايه في ايه؟ ما ينفعش. انا بقول لك not بتساوي never، يعني الاتنين نفس المعنى. فلو قلت I have not never ده كده هبقى عامل زي مجدي شطة، عدم قلة تقدير. ده ما ينفعش. النفي اثبات. فهم قايل ايه؟ I have not
I have not played or أو أقوم قايل I have never played. وصلت كده؟ يعني أنا دلوقتي لو عايز أنفي جملة في الزمن ده أعمل إيه؟ أحط كلمة not أو never بعد has و have. سهلة؟ سهلة والله العظيم. لو عايز أنفي في الزمن ده يا مستر أعمل إيه؟ أحط كلمة not أو never لhas أو have على حسب. قشطة الكلام؟ طيب لو عايز أعمل سؤال ولا أي حاجة، لو أنت بتقول مثلا خالد has بلا 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 خليها has خالد. لو انت بتقول we have played خليها ايه؟ خليها have we، خليها have you، خليها has she، has he، has احمد، وهكذا. يعني كل اللي انت بتعمله ايوه بالظبط كده، بتعمل مقص، يعني بتخلي الفاعل والفعل المساعد، لا بتبدا بالفعل المساعد قبل الايه؟ قبل الفاعل. تمام كده حبيب قلبي؟ طيب تمام. واحد هيقول لي يعني انا يا مستر هبدا بالفعل المساعد وبعد كده الفاعل وبعد كده الفعل في التصريف الثالث، يعني اقول هاز وبعد كده اجيب فاعل ينفع مع هذا واقوم قايل شي مثلا، وبعد كده اجي هنا مثلا واقوم قايل كلمه درانك اللي هو التصريف الثالث من الفيرب درينك اللي هو يشرب. بالظبط كده. طب افرض بقى يا مستر انا عاوز اسال باداه استفهام زي وات وير اهو، هتحطها هنا زي ما انا قايل لك هنا بالظبط، بتحط الاداه هنا، يعني مثلا كلمه وات او كلمه وير وهكذا اهو، وبعدين تقول هاز او هاف والفعل في التصريف الثالث وعلامه الاستفهام والدنيا جميله وزي الفل. تمام؟ لحد دلوقتي احنا عرفنا شكل الزمن ده بيكون عامل ازاي. شكل الزمن ده بيكون ايه؟ بيكون عامل ازاي. يلا بينا نشوف كده مع بعض امثله سريعه جدا 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 مع بعض كده قبل ما نتكلم برضو عليه. تمام؟ يلا بينا بسم الله. بص يا سيدي، بيجي مثلا for example اقول لك she ايوه drunk، ايوه ده فعل في التصريف الكام؟ الثالث. ده فعل في التصريف الكام؟ فعل في التصريف الثالث، يعني past participle. يبقى الطبيعي ان انا هنا عندي كلمه have دي غلط علشان هنا عندي كلمه she، فاقول he has. ايوه ايه يا مستر الاسئله السهله دي؟ ايوه ما انا بجيب رجليك عشان الصعب كله جاي. تمام؟ طيب لما يجي مثلا يقول لي children have الاطفال have، طب ما انا عندي هنا كلمة have، فايه الطبيعي؟ الطبيعي ان بعدها has وهاف الفعل في التصريف الثالث. ايوه فهنا عندي كلمة go went gone، ايوه فهم قايل he children have gone to the park، يعني ايه؟ راحوا للحديقة. صح ولا لا؟ طب بص our lunch، يا نهار ابيض our lunch has، فاقوم انا قايل ايه؟ الله our lunch has، ادي هذا اهي، وبريبير اصلا هي فعل التاني والتالت زي بعض، اقوم قايل يلا our lunch has a prepared ايوه recently، يعني الغدا بتاعنا الحمد لله جهز مؤخرا. في حاجه اسمها كده؟ بالله عليك ينفع؟ هو الغدا ده بيجهز ولا بيتجهز؟ لا يا مستر الغدا ده ايه؟ الغدا دوت بيتجهز، يعني اللي انت عملته ده غلط. دي بقى البوينت بتاعت الايه؟ الجمله لو بتبدا بالمفعول. فهنا في الحاله دي يا روح قلبي انا هعمل ايه؟ هقوم قايل والله لان دوت مش فاعل، لان دوت مفعول، لان دوت اوبجكت، اعمل ايه؟ لازم احط كلمه بين. لازم احط كلمه ايه؟ لازم احط كلمه بين قبل ما احط الفعل في التصريف الايه؟ في التصريف الثالث. قشطه كده؟ طيب يجيب لي مثلا مثال زي ده وتلاقيه عامل لي هنا علامه استفهام. يعني ايه؟ يعني هو عايزني دلوقتي طالما جايب لي فعل في التصريف الثالث، بص اهو ده في التصريف الثالث ولا لا؟ ايوه في التصريف الثالث، فانا هنا هستخدم يا اما هاز يا اما هاف. طب اليو بتاخد هاز ولا هاف؟ هقوم قايل هاف، يبقى have you been in Giza lately؟ اوكي وهكذا يا صديقي العزيز. اتفقنا يا اصدقائي؟ اتفقنا يا مستر عبد الرحمن. طيب شوف بقى، خلصنا كده شكله وضحكت عليكم سيكا وعرفتكم ان الدنيا سهلة، وهنبدأ بقى نخش دلوقتي على الاستخدامات. نبدأ نخش بقى على الايه؟ على الاستخدامات. الزمن ده شكله عرفناه، طب بيعمل ايه بقى؟ دنيته بتمشي ازاي؟ بنستخدمه امتى؟ والجو الرايق ده. يلا بينا اقول لك، هخبي عليك ليه يا ابني؟ ده انت زي ابني. يلا بينا شوف الاستخدامات بتاعتنا فيهم 3 لسه. فيهم 3 ايه؟
فيهم 3 لسه. ايه ال3 لسه دول؟ اقول لك انا، لسه خالص، حاجه لسه خلصانه، لسه خلصانه، اها، وحاجه تانية لسه مكمله، لسه مكمله معايا، ها، لسه الفرح شغال. اقول لك مثلا ده انا ساكن في اسكندريه من 20 سنه ولسه لحد دلوقتي ساكن في اسكندريه، ما انت عارف اهو. يبقى حاجه لسه مكمله، وحاجه لسه خلصانه، وحاجه لسه اثرها موجود، يعني لسه الاثر بتاعها مستمر. يبقى انا لما اجي اقول لك ايه الاستخدامات بتاعه زمن المضارع التام او البريزنت بيرفكت، تقول لي امستار 3 لسه خالص، لسه مكمل، لسه الاثر موجود فيها. حاجه دي لسه خالص، لسه مكمل، لسه الاثر ايه موجود. 3 ايه؟ 3 لسه خالص، لسه مكمل، لسه الاثر ايه؟ لسه الاثر موجود. قشطه كده. ادي ال3 لسه هم على الشمال. طيب شوف الاستخدام ده اللي جاي لوحده ده. حاجه حصلت في الماضي، فعل حدث في الماضي، اها، وبعدين ومش هقول لك امتى، بس كده. لان احنا عارفين ان الحاجة اللي بتخلص في الماضي لو قلت لك امتى لازم استخدم ماضي. يا سلام، والله بص، يعني انا ما ينفعش اقول لك I played football غير لو قلت لك امتى، yesterday مثلا. يبقى انا لعبت كرة امتى يا واد؟ امبارح. خالصة. قلت امبارح؟ قلت. عرفتني امتى؟ عرفتك. استخدم الماضي، بره عننا الكلام. هنا الكلام بيقول ايه؟ فعل حدث في الماضي، يعني برضو لعب الكورة بس مش قايل لك امتى. يعني نفس الجملة بتاعت I played football yesterday هي بالظبط في المعنى لو قلت I have played football. سكت، مش هقول لك yesterday. قشطة الكلام؟ يعني هنا اي حاجة تحصل في الماضي بدون تحديد وقتها، من غير ما نقول حصلت امتى، يبقى برضو بنستخدم has و have والفعل في التصريف الثالث. قشطة الكلام؟ يبقى عندي 3 لسه، وحاجة خلصت ومش هقول لك امتى. فيها حاجة مش فزورة اهو، 3 لسه وحاجة خلصت ومش هقول لك امتى. تعال بقى بص هناك، هنا بيقول لك مع التجارب والخبرات السابقة، وهتلاقيها جاية معاك. اصل انت احنا قلنا مش بس يد مش هينفع تستخدم الماضي البسيط غير لو قلت امتى. تخيل بقى انا بحكي لك على تجربتي او بحكي لك على خبراتي السابقة، مسكت الحديدة ومش عايز اسيبها، اقول لك انا وان كنت زمان مش هحلك. تخيل بقى كل لما اقول لك على حاجه من خبراتي يوم قايل لك امتى. مفيش حد بيقول على حاجه حصلت في الماضي امتى بالظبط غير مع مراته، صح ولا لا؟ خلونا صراحه. الحد الوحيد اللي انت بتقول على كل حاجه عملتها امتى بالظبط وانت مع مراتك، انا هنا مش مراتك. الزمن ده جاي مخصوص علشان خاطر وانت انسان طبيعي بتتكلم مع الناس الطبيعيين، هتحكي عن خبراتك. ايه الطبيعي؟ الطبيعي ان انا هم قايل لك انا عملت وخليت وسويت والحكايه والروايه والتيت والشريط، يعني مش هتفضل تقول لي امتى. تمام كده؟ يبقى لما اجي اسالك كنسل ده اعتبره مش موجود. لما اجي اسالك متى يستخدم زمن المضارع التام او البريزنت بيرفكت، تقول لي ايه يا مستر عبد الرحمن؟ 3 لسه وحاجه حصلت ومش هقول لك امتى. 3 لسه وحاجه حصلت ومش هقول لك ايه ومش هقول لك ايه ومش هقول لك امتى. تمام كده؟ وزي ما انت ملاحظ ان الزمن ده نصه كنافه نص قشطه. يعني ايه؟ يعني هو دايما ليه علاقه بالماضي وليه علاقه بالحاضر في نفس الوقت. يعني فاهم قصدي؟ عامل زي مريهان كده، ولا هي محصله ميار ولا محصله ايه نورهان. يلا بينا، يلا بينا. يا ترى محضر لنا ايه يا مستر عبد الرحمن؟ يلا يا سيدي، شوف ده انت حبيبي. يلا بينا نشوف كده شويه ايه، شويه امثله على الهري اللي انا لسه هريهولك ده. بيقول لك I have not ride a horse before. يا نهار ابيض، ده انا يعني ركبت حصنه قبل كده. يعني طب ما قبل كده يا مستر، ما هو قال امتى؟ يلا هو انا لما اقول لك في يوم من الايام هجموا الاعادي، ايه وانا كده قلت لك امتى؟ لما اقول لك يا عم لا انا اتفرجت على الفيلم ده قبل كده كده، هو انا كده قلت لك امتى؟ اللي هي كلمه اوريدي يعني. لما اقول لك ده انا لسه مخلص مش عارف ايه، ما قلتلكش كده امتى. كل ده انا ما قلتلكش امتى. اقول لك امتى يعني اقول لك مثلا 3 hours ago، منذ 3 ساعات، هروح للماضي. اقول لك yesterday، هروح للماضي. اقول لك مثلا last Friday، الجمعه اللي فاتت، هروح للماضي. ليه؟ لان انا قلت لك امتى.
لكن انا هنا ما قلتلكش امتى، قبل كده دي ما اسمهاش امتى. تمام؟ فانا هنا عندي have، فهم حاطط الفعل في التصريف الثالث من كلمه ride، هتلاقيه على طول ايه؟ كلمه ايه؟ ridden. قشطه الكلام. بص الحته دي، بص الحته دي، بص الحته دي قوي. ها، I can't find my keys، مش لاقي مفاتيحي. يا لهوي، المفاتيح راحت فين يا اولاد؟ I not them. lose يعني فقد، صح ولا لا؟ يفقد يعني. طب انا هنا يا مستر استخدم ايه؟ واحد يقوم قايل لي lost، تقوم قايل له ايه؟ اقوم يا ماي لافلي كاو، انت ازاي تحط لوست من غير ما اقول لك امتى؟ مش احنا اتفقنا للمره 500 اهو بقولها لك، ما ينفعش تستخدم الفعل في التصريف الثاني اللي هو زمن الماضي البسيط من غير ما تكون شايف بعينك كلمه امتى، من غير ما تكون شايف بعينك كلمه ايه؟ امتى. اغنيها امتى. تمام؟ ركز اهو. فهنا لوست ما تنفعش. فانا هنا ده اسمه ايه؟ اسمها جمله الاثر. ما هو انا لو عملت كده وقلت لك هنا ميعاد، هقوم قايل I lost my keys مثلا. I lost my keys yesterday. انا فقدت المفاتيح بتاعتي. لكن هنا انا بقول لك I can't find my keys، ده معناها ان الاثر لسه موجود، انا مش لاقي المفاتيح بتاعتي يا جماعه. يبقى I have lost على طول. has و have والفعل في التصريف الثالث. بص she not visit يعني Paris many times. اها، واحنا بنتكلم عن الحاجات اللي هي ايه؟ حدث في الماضي، تمام، دون ذكر وقت حدوثه، وفي نفس الوقت يعني قابل للتكرار. فهم قايل هنا ايه؟ برضو نفس القصه، has والتصريف الثالث من كلمه visit كلمه ايه؟ كلمه visited. تعال بص على الاخيره دي اللي هو هنا حاجه بدات في الماضي ويعني ولسه شغاله معايا، زي ايه؟ بص they هم نقط انجليزي بقالهم 7 سنين. يا لهوي، ده العيال دي بتتعلم انجليزي بقالها 7 سنين، ولسه 7 سنين ايه يابا؟ ده لسه الفرح شغال. بص اها، يعني الحدث ده بدأ في الماضي وما زال مستمرا الى الان. وعندي هنا كلمة فور لو تلاحظ، ها، فهم قايل ايه؟ they have وبعد كده learn، احط الفعل في التصريف الثالث learned او ايه؟ او learned. مش هتفرق، على حسب انت عايز ايه، امريكاوي ولا بريطاناوي. يلا بينز. جاي خش على اللي بعده. بعد كده تلاقيه جاي يقول لك بقى ايه؟ الكلمات الدالة. يجي يقول لك الايه؟ الكلمات الدالة. يعني ايه بقى الكلمات الدالة؟ يعني الكلمات اللي بتخدم على الاستخدامات. يعني احنا قلنا 3 لسه حاصل، هستخدم just. I have just eaten a sandwich. يا ابن اللذينة، ده انا لسه مخلص الساندويتش. يعني دايما الكلمات الدالة اللي بتحطها لك كده في كل الكتب في المعاصر وجيم والمذكرات واللي مش مذكرات وكل حاجة، الكلمات الدالة دي ايه وظيفتها في الحياة؟ ايه بقى وظيفتها؟ وظيفتها ان هي تخدم على الاستخدامات. يعني مثلا مش بطلعك والله من السيشن، بس بص، لو ترجع لزمن المضارع البسيط الديمو بتاع كل الناس في المجرة اللي هو always usually sometimes often، يا سلام عليك يا واد وانت فاكر. بص الزمن ده كان بيتكلم عن العادات والروتين، فطبيعي ان كلمة always اللي هي دايما، انا بقول لك انا دايما بعمل كذا، ما هي دلت هي على العادات والروتين، ساعدتني ان انا استخدم الاستخدام ده في الزمن ده، صح ولا لا؟ نفس القصة هنا، كل كلمة من اللي موجودة قدامك دي هتلاقيها بتخدم على استخدام من استخدامات زمن المضارع التام. فلما اجي مثلا هنا انا بحب ابدا، تعالوا نحفظهم الاول. عندك ever و never والله العظيم قلناها واحنا بنتكلم على الفرق، ان never دي في الزمن ده بتساوي كلمة not. I have never eaten فسيخ قبل كده، عمري ما اكلت فسيخ انا، فاقول لك I have never eaten فسيخ. has و have والفعل في التصريف الثالث never زيها زي not. قلت haven't eaten قشطة، قلت haven't never قشطة. خلينا نحفظهم. عندك ever و never، just و already و yet، وعندك since و for، وبعد كده عندك بقى الحاجات الغريبة اللي هي آخرها ال y lately و recently والحاجات اللي زي كده. في كلمة so far up till now يعني إلى الآن، تحسها قريبة سيكة من كلمة yet، بس هتعرف بعد كده الفرق ما بينهم الاتنين إيه مع مستر عبد الرحمن. المهم يلا بينا. ever و never، just و yet و already و since و for، والحاجات بتاعت ال y بقى lately recently وهكذا.
قشطه الكلام؟ قشطه الكلام. يلا بينا نطلع عشان ناخد واحده منهم بقى كده ونروق على حالنا. ناخد واحده منهم وايه ونروق على حالنا. بص يا سيدي، كلمه جاست اهي يعني توا او حالا، ومستر عبد الرحمن لسه قايل لك I have just studied this lesson. يا سلام، ده انا لسه مذاكر الدرس ده دلوقتي. لسه مذاكر، لسه مخلص اكل، لسه لاعب، لسه اهي اللي هي توا او حالا. دايما دي بتيجي فين؟ حشريه قوي عامله زي خالتك اللي انت عارفها دي. بص I have، وعندك فعل هنا في التصريف الثالث عادي خالص اهو، حطيت جاست. اول ما تحط جاست بتغير حاجه في الجرامر؟ لا. بتغير حاجه في لا. طب يا مستر ممكن بعديها؟ لا، ما بتغيرش اي حاجه غير المعنى. ما بتغيرش اي حاجه غير ايه ياض؟ غير المعنى. اوكي طيب، يعني كده اتفقنا خلاص ان جاست معناها توا او حالا، وحشريه بتيجي دايما بين هاف وبين ايتن. بتيجي دايما بين هاف وبين ايه؟ بين هاف وبين ايتن. هاف جاست ايتن او هاز جاست ايتن، هو ده مكانها بين الهاز والهاف والفعل. بين الهاز والهاف والفعل. بين الهاز والهاف والفعل. تمام؟ طيب تعال على كلمة already. كلمة already في الجملة العادية اللي زي دي ممكن تيجي فين؟ ممكن تيجي مكان جاست عادي. ركز ياض معايا والله العظيم 3 هروق عليك. already دي ممكن تيجي في نفس مكان جاست، وممكن تيجي في آخر الجملة خالص. بص طلعت من الكادر اهو. ممكن تيجي في الآخر خالص. يعني ممكن أقول لك I have eaten a sandwich already. أنا كده أكلت الساندويتش. ده معنى كلمة already. بالفعل كده ساحل. هي دي. تمام؟ وممكن أقول لك برضو I have already eaten a sandwich. يعني أنت مش هيفرق معاك حاجة بالعربي لو قلت لك أنا كده أكلت الساندويتش، أو أنا أكلت الساندويتش كده. ما هي طالما هي في العربي يبقى هي في الإنجليش إن شاء الله. يبقى بالفعل ممكن تيجي في النص، وممكن تيجي في النهاية مع الجملة الايه؟ المثبتة. مع الجملة الايه؟ المثبتة. واحيانا بتيجي في نهاية الجملة الاستفهامية، بس وقتها يبقى في اندهاش. يعني ايه يا مستر اندهاش؟ يعني انا عشان اقول لك have you finished، بص finished your homework اهو، وحطيت علامة استفهام عادي. لحد دلوقتي لسه اوريدي مش موجودة. انا هنا بسألك انت خلصت الواجب بتاعك ولا لا؟ فيها حاجة دي؟ ابدا. فيها حاجة دي؟ ابدا. ما فيهاش اي حاجة، صح ولا لا؟ لو انا حطيت كلمة already في اخر السؤال ده، عارف المعنى بقى ايه؟ يا ابن اللعيبة، وحياة امك بتتكلم جد؟ انت بجد خلصت الواجب بتاعك يا اهو. ده معنى كلمة already. لما ترزع كلمة already في اخر السؤال يبقى انت مش مصدق نفسك. oh my god I can't believe it، مش قادر استوعب. تمام كده؟ يبقى هنا عرفنا ان كلمة already بتيجي في النص او في الاخر في الجملة العادية زيها زي just عادي خالص. لكن لو جت في نهاية الجملة الاستفهامية يبقى انت مندهش. ما شاء الله عليك. انت عيد السؤال تاني. تمام؟ يلا بينا. استنى امسح عشان انا ما بحبش الدنيا تبقى متلخبطه. يبقى احنا كده خلصنا حنا مع كلمه جاست مستر، وخلصنا حنا مع كلمه اوريدي. ايوه مستر. وما تنساش يد في حاله السؤال يد بتعبر عن الايه؟ عن الدهشه. صباح الفل. طب كلمه يت كده بتيجي في الاخر، بس ممكن يبقى بعديها نقطه، وممكن يبقى بعديها ايه؟ علامه استفهام. لو جه بعديها علامه استفهام جدع يلا. لو جه بعدها علامة استفهام يبقى الجملة دي ايه؟ جملة استفهام. يا ولد ايه الحلاوة دي اهو. بص يا سيدي، في الجملة العادية عايز تحط يت لازم تحط نوت. تقعدش بقى تلخبط في نفسك وتقول لي تأتي في نهاية الجملة المنفية والمستخبية ولا. عايز تحط يت لازم تحط نوت. ما ينفعش يت يبقى بعديها نقطة والجملة بتاعتي ما فيهاش نوت. ينفع؟ ما ينفعش. سميها بقى زي ما تسميها، غنيها زي ما تغنيها، بس لو غنيتها زي هتفرح. عايز تحط يت لازم تحط نوت. انا اول ما بشوف يت بستخدم هاز او هاف والفعل في التصريف الثالث. خلص الكلام.
ادي كده يت خلصت. اي يبقى اخد هاف. I have not بلا 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 yet. طب معناها ايه يت؟ اهو حتى الان. معناها ايه يت؟ معناها ايه يت؟ يعني حتى الان. وتاتي في النفي وتاتي في السؤال، زي ما مستر عبد الرحمن قال تاتي في النفي وتاتي في السؤال، يعني بتاتي في الجمله العاديه خالص. اهو اول ما تحط يت لازم تحط نوت، ولو جت في السؤال برضه هي بتيجي في الاخر. بس خلي بالك، قول يا مستر، مش احنا قلنا ان اوريدي لما بتيجي في اخر السؤال بتعبر عن الدهشه؟ انت هتندهش من حاجه ما حصلتش ولا حصلت؟ اكيد حصلت. يعني انا مش مصدق نفسي من اللي حصل. تمام؟ الفعل لو حصل فانا بقيت مندهش بحط اوريدي. لكن يت في نهايه الجمله الاستفهاميه بتبقى ياض استنكاريه. يخرب بيتك، يخرب بيتك، انت برضو ما عملتش الواجب بتاعك. ايوه، هنا يت في نهايه الجمله الاستفهاميه. واذا اردت ان تترجمها الى اللغه العربيه ستجد نفسك تقول الم تنتهي. هتلاقي نفسك بتترجم كلمه have، تمام، الى الم. لما انا اقول لك have you finished your homework yet، ده انا بعاتبك، بقول لك انت برضو لسه ما خلصتش الواجب. طب يلا باللغه العربيه، الم تنتهي من واجبك الى الان. تمام كده؟ تمام؟ والله العظيم شكلك ما فاهم حاجه. ركز ركز. يبقى كلمه يت في نهايه الجمله الاستفهاميه معناها ان الحدث اللي بنسال عنه ما حصلش. تمام؟ احفظها كده بقى. قشطه الكلام؟ يبقى كده خلصنا من ايه؟ خلصنا من just و already و yet. خلصنا من ايه؟ من just و already و yet. فيها حاجه دي؟ ابدا. يلا بينا، يلا بينا مستر. خش عليا يا مستر كده ولغيني. ايوه بقى، ايوه بقى، ده في عظمه هنا. بص يا سيدي، هات الازرق عشان بحبه. خش بقى. I have finished my homework. I have finished my homework. وحطيت لي كلمة يت، ما بتجيش هنا، غلط. ينفع احط ايه هنا؟ والله انا كمستر عبد الرحمن، كراجل دارس بره وجوه وعارف راسي من رجليا، والتيت والشريط انا عارفهم كويس، عارف ان المكان ده يا اما بيجي فيه جاست يا اما بيجي فيه اوريدي، يا اما بيجي فيه جاست يا اما بيجي فيه اوريدي. فلو حطيت دي انا هعلمها لي صح، ولو حطيت دي انا هعلمها لي صح. فانا لو قلت I have just finished my homework كده انا لسه مخلص الواجب. ولو قلت I have already finished my homework يعني انا كده كده مخلص الواجب بتاعي. المعنى بيختلف لكن كجرامر بصمه. قشطه كده؟ خش على اللي بعده. ايه القرف اللي انا عامله ده؟ لحظه واحده. يبقى هنا احط كلمه، لحظه واحده تاني، بص بص، ازرق اهو. يا اما احط just يا اما احط already، وكده كده يت غلط عشان مكانها هنا هوت. تمام كده؟ يجي في الجمله الثانيه دي they have cleaned the room، وحاطط لي النقط هنا وبيقول لي استخدم just او just. ايه دي يلا اللي تيجي في الاخر؟ انت فاكرني صغير؟ ايه بقى اللي بيجي في الاخر؟ اقول لك، ركز. واحد اميل ايه؟ يت يت يت. وحياة ماما، ما انا عشان احط يت هنا مستر عبد الرحمن ايه؟ عاوز تحط يت لازم تحط نوت. بالله عليك نوت موجوده؟ لا مش موجوده يا مستر، يبقى ما ينفعش يت. خلاص كده. امال ايه يا مستر اللي بتيجي اهي؟ يلا اوريدي. يلا مش اوريدي قلنا بتيجي في النص او في الاخر؟ بتيجي في الاخر عادي اهو اوريدي. يلا نترجم. I have cleaned the room already. همسحها اهو. I have cleaned the room already. لا انا مسحها كلها بقى خلاص اهو. يلا تاني. يبقى انا هنا they have cleaned the room. الجملة دي عادية ولا استفهامية؟ عادية. اللي ممكن يجي هنا في الآخر حاجات ياما، بس احنا دلوقتي بنتدرب على ايه؟ على الفرق بين just و yet و already. فلو انا حطيت هنا already ولو انا حطيت هنا yet، ايه الفرق ما بينهم؟ والله عشان احط yet لازم يبقى في نوت مش موجودة، يبقى yet مش موجود. لأن مستر عبد الرحمن عاوز تحط yet لازم تحط جدعية. فهنا انا هقول اوريدي. يعني ببساطه اوريدي بتيجي في نهايه الجمله العاديه اللي هي المثبته، ويت بتيجي في نهايه الجمله اللي ايه؟ اللي فيها نوت، يعني المنفيه. الايه يا قلبي؟ المنفيه. خش معايا على السؤال الثالث اهو. يقول لك they مالهم؟ haven't ايوه cleaned the room. الجمله دي ايه؟ فيها نوت. اللي بيجي هنا في الاخر عاوز تحط يت لازم تحط نوت اهي. يبقى انا حطيت يت هنا وانا معلم وانا باشا
وعارف ان اجابتي كده كده صح ان شاء الله اوريدي يعني. تمام؟ ده ايه؟ جمله بادئه بكلمه هاف، يبقى اكيد ده سؤال. وبعد كده ايه؟ بص التغفيله دي حاطط لك واو، يا سلام واو. ده ايه الاندهاش الجامد زحليقه ده؟ ايوه، طالما حاطط لي واو يبقى هنا انا مش هينفع غير كلمه اوريدي من غير ما افسر. ليه؟ عشان مستر عبد الرحمن قال لك ان طالما هنا في علامه استفهام، طالما هنا في علامه استفهام، ايه اللي ممكن يجي في الاخر؟ يا اما يت يا اما اوريدي. طب ما الجملتين هم اهو، have they clean the room نفس الاوضه نفس الاوضه، بس هنا قال واو يعني اتنضفت. اها يا بنت اللذينه، انت نضفتيها بجد، يبقى اوريدي. لكن هنا انا زعلان، اهو بص اهو، ما دام استخدمت يت يبقى انا زعلان. امك قلب عليكي عشان ما نضفتيش الاوضه، يبقى يت على طول. ما هي عارفه ان الاوضه ما اتنضفتش، عشان كده بنقولوا دي بنقوم قايلين الم. يعني ايه الم تنظفي الغرفه الى الان. ليه قلنا الم هنا؟ عشان هي عارفه ان الاوضه هي عارفه ان الاوضه ما اتنضفتش، ده زعلانه وبتقول لك يت. تمام؟ فهي هنا مش مستنيه منك اجابه انت عملتي الاوضه ولا لا، نظفتيها ولا لا، الوضع باين. تمام؟ نفس القصه. اتفقنا بهوات؟ اتفقنا يا بشوات؟ اتفقنا ان شاء الله. قولوا ان شاء الله. يلا بينا. يا ترى محضر لنا ايه؟ يا ترى محضر لنا ايه؟ محضر لنا سينث وفور. احنا تقريبا من ايام الهكسوس ومن ايام مينا وتوحيد القطرين. تمام؟ من ايام مينا وتوحيد القطرين. تمام؟ واحنا عارفين ان في حاجه اسمها سينس وفور. حاجه اسمها ايه؟ سينس وفور. ودايما بنتلخبط بينهم سيكا، دايما بنتلخبط ايه؟ بينهم سيكا. بس انا شايف ان انت ما ينفعش تلخبط فيهم. ليه؟ لان المعنى مختلف. دي اسمها منذ، ودي اسمها لمدة. واوقات بالبلدي كده بيبقى معناها بقالي، مش بقالي، لا بقالي. يعني اقول لك I have lived in Alexandria، انا عايش في اسكندريه فور كذا، يعني بقالي 20 سنه منه. تمام؟ بقالي لمده 20 عام. بص يا سيدي، دايما بعد كلمه فور اللي هي معناها لمده بيجي بعديها المده الزمنيه كامله. يعني كلمه لمده بيجي بعديها المده الزمنيه كامله زائد اي حاجه بتتعد. يعني بص ممكن اقول لك century، اقول لك مثلا كلمه decade عقد، age a long time. تمام؟ اقول لك مثلا كلمه ايه؟ كلمه year season month week day، وهكذا. طول ما الفرح شغال، طول ما الفرح شغال انت ايه؟ انت دايس. وذا last week. طب ليه يا مستر عمال تتك على كلمه ذا last week؟ عشان يا قلبي last week لوحدها دي اصلا مش هتلاقيها تبعنا قوي، يعني هتلاقيها بتوديك كده لحته تانية ومش هقول لك ازاي، هتعرفها لوحدك واحنا بنحل ان شاء الله عز وجل. تمام؟ يبقى انا هنا عندي اهو، بص كده، عندي كلمه فور معناها لمده بيجي بعديها مده زمنيه كامله، لكن كلمه منذ بيجي بعديها بدايه الحدث. طب ما ده طبيعي، ما ده ايه؟ ما ده طبيعي. ازاي يا مستر عبد الرحمن؟ ما انا عايز اقول لك انا ساكن في اسكندريه منذ سنس اهي، سنس 2010 مثلا. هياها لما اقول لك for 15 years. شوف الاثنين دول بيساووا بعض من حيث الكلام على المده. ما انا هنا لما اقول لك انا ساكن في اسكندريه بقالي 15 سنه، هي منذ 2010. ما هو 2010 10 و15 25، ما هي يا جدعان بتلخبطوني ليه؟ فاهم قصدي؟ فدايما الارقام وانك تحدد الحاجه بقى انهي شهر انهي يوم، فاهم قصدي؟ وهكذا تعمل ايه؟ تختار على طول ايه؟ تختار كلمه سنس. انا كل اللي انا عايز اقوله لك عشان يعني لما يجمد عليك قوي انك تعمل ايه؟ انك خلي بالك من كلمه ذا لاست يعني فور، لكن كلمه لاست وبعديها مده يبقى على طول بتستخدم كلمه ايه؟ كلمه سنس. والاسئله هتجيلك كتير قوي في الموضوع ده، ما تستعجلش. سيبك من سنس وفور، انا عن نفسي ما بحبهمش الصراحه، غير في حاله واحده بس. ايه هي الحاله دي يا مستر عبد الرحمن؟ لما بتيجي تلاقي سنس في النص تقوم معود نفسك قبليها مضارع تام بعديها ماضي بسيط، قبليها مضارع تام بعديها ماضي بسيط. ايوه، سنس لما بتيجي في النص كاداه ربط ما بين جملتين. يعني عندي جمله هنا، يعني جمله كاملة.
يعني فاعل وفعل وليلة، جملة مكتملة الأركان هنا هوت أهو، وجملة مكتملة الأركان هنا هوت، وسنس جاية في النص توفق ما بينهم. في الحالة دي قبليها مضارع تام، بعديها ماضي بسيط. اظن انا كده عملت اللي عليا وزياده، صح ولا لا؟ ادي كلمه سنس وايه، ادي كلمه سنس وفور. وسيبك من الاسئله بتاعتها عشان انا مش عايز اضيع الوقت عليها، عشان في فيديو تاني انا عامله على بالبرنامج الوايت بورد انيميشن عن الفرق بين سنس وفور، هبعته لكم قشطه. يلا بص هنا بقى، نيجي بقى للحته بتاعه ايفر ونيفر. نيفر احنا اتفقنا قبل كده ان هي بتساوي كلمه نوت، وما بتجيش مع نوت في نفس الجملة عشان النفي إثبات، ومكانها نفس مكان نوت، لأن بقول لك بتساويها. فزي ما أنت بتقدر تقول I have not played، تقدر تقول I have never played. ودي سهلة ورايقة ومفيش فيها أي مشكلة، ودي سهلة ورايقة وإيه، وإن شاء الله مفيش فيها أي مشكلة. اللعبة بقى فين؟ اللعبة اللي كلنا عارفين ان كلمة ever تقريبا بتيجي في السؤال، لكن عايز اقول لك ان كمان ever اوقات بتيجي في الجملة المنفية. يا مستر عبد الرحمن ما تلخبطناش، ياض مش بلخبطك ياض، اصحى ياض، بص ياض بص ياض وركز معايا ياض، انا زي اخوك ياض. بص انا هنا عندي جملة بيقول لي I have not I have، لا خلي بالك انا بخيرك ما بين never و ever هنا، ها يعني خلاص مش محتاجه فكاكه، كده كده هحط هنا كلمه ever، بس انا بعرفك ازاي. I have not منفيه دي ولا مش منفيه؟ يالا انت يا منفيه دي ولا مش منفيه؟ منفيه، ما هي منفيه اهي، بس ما ينفعش اقول فيها never لان النفي اثبات. طب ينفع اقول فيها ever؟ ينفع. بص I haven't ever seen the pyramids، انا عمري ما شفت الاهرامات. يعني كاني بقول لك ان كلمه haven't ever دي كده على بعضيها تساوي have never. كلمة haven't ever تساوي have never. يعني أنا كان ممكن أقول I have never seen the pyramids، أنا ما شفتش الأهرامات قبل كده يعني، وممكن أقول I have ever seen the pyramids. أنا بتكلم كجرامر طبعا، تمام كده؟ فهنا كلمة ever جت عادي خالص في ايه؟ في جملة منفية مفيش فيها أي مشكلة. طب تعالى بص على المثال الثاني. This is the tallest man، ده أطول واحد أنا شفته في حياتي. I have ever seen، يعني جت هنا مع الإيه؟ صفات التفضيل، فاكرينها اللي هي ذا والصفة وإي اس تي، ذا والصفة وإي اس، أيوة الحاجات الحلوة بتاعت الإعدادي والزمن الجميل دي أهي. يبقى this is the tallest man I have ever seen، ده أطول واحد أنا شفته في حياتي كلها، يطلع متر ونص ولا حاجة. بص بقى تعالى هنا في الأخيرة، I have ever seen a man taller than him، مش جاية خالص. يعني ايه؟ يعني انا هنا اولا عندي الصفة دي صفة مقارنة اللي هي ايه؟ taller than، فاكرينها برضو؟ فاكرينها. في الحالة دي انا بستخدم كلمة never، اصلا ما ينفعش اقول ever. يعني ايه I have ever seen؟ انا عمري شفت؟ لا، انا عايز اقول انا عمري ما شفت، فيا اما اقول haven't ever seen او اقول I have never. طب ليه هنا ما قلتش haven't ever؟ يمكن عشان خاطر الاي ار دي. تمام كده صديقي؟ ان شاء الله يكون تمام معايا رجاله. ان شاء الله يا مستر مع حضرتك. معايا رجاله؟ ان شاء الله يا مستر مع حضرتك. بعد كده عندك هنا تريكايه صغنونه ولذيذه قوي 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 قوي. عندك كلمه جن وعندك كلمه بن. ايوه ماشي. بص يا سيدي، الاتنين معناهم راح، الاتنين معناهم ايه؟ راح. الاتنين معناهم ايه؟ راح، مع حرف الجر to، مع حرف الجر ايه؟ to. لكن لما بقول I have gone او مثلا they have gone، يعني يا حبيبي قال انا جاي وما جاش، هما كده راحوا وما جوش. راحوا ايه؟ راحوا 5 وجاي، ايوه هي دي gone. هو على طول لما اجي اقول مثلا احمد، ماله احمد has gone to school، يبقى انا اكيد كنت بسال اما الواد احمد فين مش باين، ما هو مش هنا ولا ايه؟ اقول لك ده جان تو سكول. لكن ينفع استخدم بن؟ ينفع استخدم بن في حاله ان انا بتكلم واقصد انه ذهب وعاد. فلما باجي اسالك دايما بقول لك ايه؟ have you been to America؟
هل ذهبت الى امريكا؟ ليه بستخدم كلمه بن؟ لان انت قاعد قدامي، يا ده انت قاعد قدامي اهو. فانا بقول لك have you been to America؟ يعني اكيد انت رحت وجيت، ما انت قاعد معايا. فانا بسالك انت رحت امريكا قبل كده وجيت؟ ايوه، صح ولا لا؟ فهنا بقول have you been to. يبقى الفرق ما بين جن وبن مش محتاجه، جن ذهب ولم يعد، وبن ذهب وايه؟ ذهب وعاد. عندي بقى اوقات كلمة have been بيجي بعديها in، ودي بيبقى معناها مكث، يعني خلاص قعد. يعني لو حرف الجر بس اتغير من كلمة to لكلمة in، فوقتها المعنى ممكن يقول ايه؟ فلان او هم have been in كذا، يعني مكثوا في كذا، مكثوا بقى في دولة، مكثوا في اوتيل، على حسب. وعندي برضو ان have been اوقات بيجي بعديها noun او صفة وحاجات تانية كتير قوي هنشوفها دلوقتي واحنا بنحل، عشان ما اطولش عليكم في الفيديو اللذيذ الجميل ده. بص يا سيدي، for example احمد has not to the supermarket. تمام، let's wait for him. خلينا ايه يعني خلينا ننتظره. يبقى اكيد هو راح ولسه ما جاش، لان انا بقول لك ايه؟ wait for him، ننتظره. ما دام ان احنا هننتظره يبقى الواد راح وما جاش، يبقى هنستخدم كلمه جن. لكن sorry for being late، واحد بيقول انا اسف ان انا اتاخرت، بيقول لنا احنا ها، انا اسف ان انا اتاخرت عليكم يا جماعه. فانا هنا I not to the supermarket، هم قايل له I have been to the supermarket. يعني ايه؟ ما فهمتهاش. بص واحد انتوا قاعدين مستنيني، فانا قمت جاي السلام عليكم، معلش يا جماعه انا اسف اتاخرت والله. اتاخرت ليه؟ انا كنت في السوبر ماركت، انا رحت ولسه ما جيتش. يعني انا معلش يا جماعه انا اسف والله العظيم اتاخرت عليكم، انا رحت السوبر ماركت ولسه ما جيتش. لا، انا رحت السوبر ماركت وانا معاك اهو خلاص. ففي الحاله دي ما ينفعش اقول جن، لان انا لو قمت قايل لهم I have gone to America يقول لك ايه؟ مجنون ده خلاص هوت منه المستر من كتر شرح الانجليش. تمام، فهاف جن هنا ما تنفعش، لان انا اللي بعتذر، لان انا ايه اللي بعتذر لكم. محدش بيعتذر بالنيابه عني، محدش بيعتذر ايه؟ بالنيابه عني. تمام كده اصدقائي؟ تمام كده مستر عبد الرحمن. وبكده نكون شرحنا زمن الايه؟ زمن المضارع التام باسهل طريقه ممكنه. وان شاء الله باذن الله اوعدكم ان احنا هنحل ان شاء الله النهارده من كتاب ايه يا مستر؟ من كتاب، خلينا النهارده نحل من كتاب جيم، وهنحل الاسئله مع بعض وهنفخكم في امان الله.